السلام عليكم، كي راكم دايرين؟ شحال تكونوا بخير ولاباس، اموركم هنيه وتكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في قناتكم قناه ام كوثر للحلاقه والتجميل. انضمت ليا في قناتي، نقولها مرحبا بك عندي. وما تنسيش تزوريني على قناتي في الانستا مريم كوكا، وعلى التيك توك تاني ام كوثر ديزاد. اللي بغات استفسار ولا اي سؤال تخلي لي في التعليق وانا بعد نجاوبكم. بارطاجوا لا فيديو مع صحاباتكم وحباباتكم باش تعمل فائده. بون في الفيديو تاع اليوم غادي ندير لكم البني اللي هو جاي بني متوسط ما بين ما بين الفاتح و الذهبي. لي في تاع الذهبي هو بني متوسط ما بين الذهبي، يعطي لي في تاع الذهبي. باش تحصلي على هذا اللون، بون الشروط شياله. هادو صحاب لي ماش خاطي، يعني شعرها ناتوريل عمرها لا صبغاته. تبغي تصبغ هذا البني، نقول لك انا اون استيوس قلتها لكم شحال مره في الفيديو ونعاود لكم لي اول مره تلتحق بالقناه ما تعرفش نقولها. باش تفتحي اولا غنمروا درجه التفتيح. غادي تحكمي بلاتين هذه 25 مع نديروا قاروره كومبلي كامله مع اوكسيدون 30 فوليوم كامله، وتخلطيهم مع بعض وتابليكيهم في شعرك بلا غاسين وروحي عادي. غادي تحصلي على اللون فاتح شويه برتقالي هكا شويه، يكون لون شباب. كاين تخرج لها مارون، سا ديبون لا ناتور تاع الشعر. كاين شعرها دو ناتور فونسي وكاين شعرها دو ناتور كلير. هذيك خليها تطول لها نص ساعه الى 45 دقيقه. بون شلي شعرك عادي، تنجمي ديري الصبغه الثانيه في نفس اليوم عادي. شلي شعرك غسليه جبديه. تبغي ديريها تمتم، تبغي زعما داك لو جور ولا الغدوه من داك ديريها، ما كاش مشكل. بون الصبغه الثانيه اللي هي غادي تحكمي نصف من 27 اللي هي 7.35 اللي هي بني فاتح مع البني ذهبي مع 6.35، يعني 29 بني ذهبي مارون دوري مع المارون كلير. نصف في النصف مع فوليوم 30 فوليوم، خاطش حنا بينا نفتحوا صاي. نصف من هذه 27 ونصف من 29 ديريهم مع بعض، تخلطيهم مع لوكسيدون واحد قاروره، باسكو درنا نصف في النصف سما ديري قاروره واحده. تخلطي كلشي مع بعض وتصبغي تبدي من الاطراف، يعني من تحت وتجي طالعه. المده تاعها من 30 الى 45 دقيقه. غتخرج لك اللون شباب بزاف، بصح قارع. وكاين اللون تاع كاين اللي شعرها ما يخرجش كلير، تخرج كاين اللي شعرها فونسي تخرج لها مارون عاديه. هي هذا بني متوسط مايل للدوغي افيك ان غوفلي دوغي، باسكو درنا بني ذهبي صاي. انت غتروحي مرحله التفتيح اللي قديري التفتيح باش تخرج لك لا كولور شابه. سينو كون ما ديريش تفتيح غادي كاع ما تبان لكش لا كولور، غادي ديريها تقولي ام كوثر كاع ما خرجت لي شعري راه كيما راه. اللي قديري مرحله التفتيح واللي ما بغاتش دير البلاتين في 25 بلاتين تنجم دير بي ان. ها ولا هيا لا تنجم دير بي ان اشقر شمالي تحطها في شعرها علبه كامله مع علبه كامله 30 فوليوم توجور، تحطها في شعرها وتابليكيه ومن بعد تغسل وتشلل وتكوافي ودير الخلطه اللي عطيتها لها، يعني الميلونج اللي عطيتها لك اللي هو 27 نصف من 27 عفوا مع نصف 29. ولا بغاته يخرج لها شباب في العسلي تنجم تزيد ربع من 37. هذا لا بغيتي يخرج لك شباب بزاف يعطي ديك لي في تاع العسلي شباب، زيدي معاه ربع من 37 وتزيدي تاني ربع لوكسيدون صاي. جيسبر كو فهمتوا شا قلت. جيسبر كو كان فيديو خفيف، ماشي نبغي نطول في الفيديو قالوا لي ام كاترينا لي ميلونج وكاترينا من لي ميلونج غادي نديكم اشاك فوا لي ميلونج. جيسبر كو فهمتوا الفيديو تاعي. ما تنسوليش بارطاج مع صحاباتكم وحباباتكم، ما تنسوش تعليق شباب جام 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 باش الفيديو تاعنا يطلع ويستفادوا منه بزاف البنات. معليا غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.